السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء البهجة والسعادة. شايفين التورتاية القمر دي الواناتها تحفة بجد بجد، تخطف القلب كده، حاجة جميلة قوي قوي. ان شاء الله هنعمل التورتايه القمر دي بالواناتها الجميله، وهقول لكم على كل حاجه فيها ان شاء الله بالتفصيل. وان شاء الله هتكوني استاذه ان شاء الله في عمايل التورت والحلويات. لو انتي اول مره تشوفيني، انا دعاء ابراهيم وقناتي بتخص التورت والحلويات والمعجنات. اتمنى ان شاء الله تعملوا لي متابعه، ويلا نسمي الله ونشوف التورتايه القمر بتاعتنا دي عملناها ازاي. الكيك هنا مقاس 18. خبزت معايا هنا 400 جرام دقيق سبونج، عليهم 4 بيضات كبار. اظن المقدار ده عملته معاكم كتير قوي، اللي متابعني هيكون حافظ المقدار يعني. عليهم طبعا معلقه صغيره محسن جيل فانيليا، ومعلقه صغيره خل، وبضرب كل ده وبدخلها الفرن على درجه حراره 180. بتقعد يعني اكتر من نص ساعه كده، يعني اقل من ربع ساعه طبعا. وتاني يوم بسيبها واقطعها، قطعتها على المنشار على رقم 7. شايفين الكيك ما شاء الله سميك وحلو قوي. ببدأ احطها، حطيتها هنا على بورد مقاس 30 عشان احنا هنكتب على البورد. بحط الحشوة، حطيت نوتيلا وكريسبي، وبسقي هنا بمربى حليب. انا خفاها بشوية مية وعليها معلقة سكر. وحطيت نوتيلا في الحشوة الاولانية وكريسبي، ودي الطبقة التانية. طبعا عملت معاكم الخطوات دي كتير قوي قوي والله. ببقى عايزه اجيب معاكم على طول التقفيل بصراحه، لاني انا بطلت كمان اعمل معاكم الكيك. يعني الكيك عملته معاكم كتير كتير قوي قوي يعني قبل كده. حطيت هنا مربى حليب. متنسوش بقى كومنت حلو كده واشتراك لو انتم مش مشتركين، ولو اي حد عنده اي سؤال يقولي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم. وهنبدأ بقى نعمل الطبقة التالتة. زي ما احنا شايفين ما شاء الله الكيك مرتفع وعالي وحلو قوي. الطبقة التالتة عملت نص نوتيلا ونص مربى حليب، لان هي كلها نوتيلا ومربى حليب. ممكن بقى تحطي اي صوصات انت عايزاها، صوص فراولة، صوص مانجا، اي صوص، او قطع كمان فراولة، قطع مانجا لو عايزة تحشيها، مكسرات. الحاجة دي بترجع ليكي وحسب ما بتتفقي مع الكلاينت او العميل. حطيت هنا شوية كريسبي، وبحط قطعة من الكريمة علشان تمسك الطبقات مع بعض. كريمة الحشو غير كريمة التقفيل، قلت الكلام ده كتير على فكرة، بس للي أول مرة يشوفني، يعني أنا بعيد الكلام للي أول مرة يشوفني. كريمة الحشو بتبقى تقيلة شوية، غير كريمة التقفيل بتكون خفيفة شوية عن كريمة الحشو. هنبدأ بقى هنا بقى نقفلها، بحاول اظبطها عشان ما تكونش مايلة معايا وتكون مظبوطة. دي اهم حاجة. لو حسيتي انها مايلة معاكي حاولي تظبطيها بقدر الامكان. او لو اول مرة تعملي بقى، ممكن تعملي الطبقات دي في الحلة نفسها اللي انت خبزتي فيها الكيك. هنا خلاص بنعمل التقفيلة الاولانية. حطيتها في التلاجة، هتقعد معايا حوالي ساعة مثلا او ساعتين، وبعد كده بطلعها بكون جهزت لها كريمة التقفيل. في الفترة اللي انا بريحها فيها في الفريزر، بكون ضربت كريمة التقفيل واحطها برضو في التلاجة ترتاح. تمام، عشان تديكي النعومة بس بتاعت الكريمة، عشان ما تديكيش بقى فراغات ولا الكلام ده. ولما بطلعها بضربها بالسباتولا او بمضرب كهربائي عادي خالص. مش لازم معجان، يعني مش شرط العجان. هنبدأ هنا بقى نقفلها. اي فراغات زي ما احنا قلنا بحط كريمة، والسكرابر بمشي على خفيف، ما بشيلش حاجة من الكريمة. يعني وانا ماشية ما بشيلش اي حاجة من الكريمة. ايدك تكون خفيفة خالص خالص على قد ما تقدري. هنبدأ بقى هنا نشوف معايا الاسكلوبرات، الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. التورتايه اللي كانت مطلوبة مني بعد ما عملت الشكل ده لقيته مش هو اللي مطلوب مني، رجعت تاني عملتها بالاسكلوبر وعملت الشكل ده، لقيته برضو مش هو المطلوب مني. انا مركزتش بقى بصراحه في الاشكال، كنت يعني بعمل بسرعه جدا. خلاص ما عادش غير السكرابل التالت اللي هو الشكل ده، قلت بس هو ده، يعني هو ده اللي فاضل، يبقى اكيد هو الشكل ده اللي فاضل معايا. ما رضيتش اشيل دي والله في المونتاج عشان اوريكم. لو انتي عملتي شكل وما نفعش معاكي، ممكن تمشي بالسكرابر عادي وهترجع معاكي ناعمه وزي الفل، وتبداي تعملي الشكل اللي انتي عايزاه. ببدأ اشيل الزيادات اللي فوق، وابدأ تاني امشي بالسكرابر لحد ما تديني النعومة اللي انا عايزاها، اللي انا حاسة ان هي حلوة قوي او كويسة كده، يعني انا راضية عنها. وبنضف السكرابر معايا من اي كريمة وبغسله، يعني اي كريمة بشيلها من السكرابر. وغسلته في اخر مرة، يعني نضفته كده وغسلته علشان يديني النعومة اللي انا عايزاها. بعد كده خلاص ببدأ انضف بعمل الحواف الحادة من فوق، يعني ابدأ اظبطها بس كده من فوق. وبنضف البورد بتاعي من اي كريمة كده، ببدأ امسحه كويس وانضف البورد.
خلاص كده التورتيه بتاعتنا ما شاء الله بقت تمام. هبدأ بس اسويها من فوق بحيث انها تكون ناعمة معايا، ما تكونش فيها اي تجزيعات ولا اي حاجة. كده خلصنا خلاص التورتيه بتاعتنا. هنبدأ بقى نشوف التوبر اللي احنا هنحطه عليها. التوبر اهو، التوبر ده عملت لكم بيه فيديو قبل كده وهسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. ببدأ احط التوبر على المكان اللي انا حسيت ان هو فيه نغمشه بسيطه، يعني والمكان ده كمان سبحان الله كان جاي في الفراغ اللي قدامه اللي هنكتب عليه. بدأت احط البنت. بالمناسبة البنت دي كانت مطلوبة مني، كانت لونها ازرق، اللبس بتاعها والتوج بتاعتها زرقاء وعينيها برضو زرقاء وحاجات كده، فهي غيرت معايا. والفراشات برضو بتاعتها كانت زرقاء، التورتايه اللي مطلوبة مني الاساسية. هي طلبتها اللون ده اللي هو اللون الكيوي، قالت لي انا عايزاها نفس الشكل اللون الكيوي، والحمد لله عملت لها نفس الشكل. الواير او السلك اللي انا بحط فيه ده واير انا بجيبه بشتريه. وبحط الفراشات دي زي ما انا قلت لكم انا بطبعها وانا اللي بقصها وبلزقها بالشمع. وببدأ اوزع الفراشات كده، واحط الفراشات يعني شوية مرفوعين بالواير وشوية على التورتايه. ببدأ اوزع بقى فراشات كده صغنطوطة، هي احجام متفاوتة. احجام الفراشات متفاوتة، في صغنطط قوي وفي وسط وفي كبير. حطيت اللي هو صغنن قوي ده 2 كده حوالين البنوتة او البنت صغيرة. وببدأ اوزع بقى الفراشات الوسط والكبيرة والصغيرة فوق. حسيت هنا ان الفراشات شوية، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. بدأت احط الاول كده شوية كريسبي اللي هو اللولي ده الابيض، بدأت احط فوق وبعد كده هحط على التورتايه. بصوا بدأت اوزع كده شوية على التورتايه داير ما يدور. وهنحط شوية كريسبي من الصغنن قوي ده، مش كتير، حاجة بسيطة، بينقل التورتايه برضو لمكان حلو قوي، او بتخلي يعني بتظهر شكلها، بتخلي الشكل بتاعها حلو. حطيت شوية من الصغير فوق برضو، وببدأ اوزع كده شوية من الصغير عليها داير ما يدور. تمام كده. بعد كده هنبدأ بقى نجيب الاسم. انا عاملة الاسم بعجينة سكر برمتها، عملتها بنفس اللون، برمتها كده وعملت الاسم، وعملت شوية بالمولد السيليكون. عملت الاتنين بصراحة، يعني انا بوريكم هنا انا عاملة الاتنين علشان انا وريت الكلاينت او العميل، وريتها قلت لها انا عملتها كده، لو عجبك الاسم بالحجم ده انا عاملاه على ايدي، يعني برمل عجينه السكر وبعمل الحرف على ايدي كده، وحط عليها فيونكات صغنطوطه بعملها بمولد السيليكون. وبصوا هنا بلزقها شويه ميه. والاسم لو تاخدوا بالكم انا مسحت البورد هنا بالفوطه اللي معايا او المنديل اللي معايا اللي بشتغل بيه مبلول، وبمسحه وببدا احط عجينه السكر فبتلزق على البورد. وهنا بالفرشه الصغنطوطه اللي معايا دي ببلها ميه وببدا احط الفيونكات. والحرف هنا كان كبير شويه قطعته بالسكينه، يعني ظبطته كده وقطعته عشان يكون المقاس مظبوط. وهنا حطيت الحروف الصغيره، في اسمها كنت عاملاه بالحروف صغيرة. وريته لها وقلت لها شوفي لو هو مش عاجبك الحروف الكبيرة دي ممكن اشيلها واحط لك الحروف الصغيرة. لا عجبتها جدا، قالت لي جميلة قوي قوي، ما تغيريش فيها اي حاجة. حطيت هنا فيونكة صغنطوطة كده في الجنب. وكده خلاص بعد ما عملتها كده وخلصتها زي ما انتم شايفين، حسيت انها ناقصها حاجة، يعني الفراشات مش كتير يعني. فكان باقي معايا في الفراشات اللي انا طبعاها هنا. بظبط بس البنت بحس يعني عشان تكون لازقه معايا. رحت جايبه شويه فراشات كتير تاني لو تاخدوا بالكم، وابدا احط عليها. هنا هتلاقوا الشكل اتغير. زودت الفراشات هنا، بصوا زودت الفراشات عن الاول، يعني كترت الفراشات شويه. وهنا حطيتها في العلبة. وطبعا هتقولوا لي حطيتيها في العلبة، وبالنسبة للفراشات العلبة 30 في 30 ارتفاع 17 سنتي. دخلت الواير لتحت شوية وقلت لها وبقي طلعيه بقى ساعة المناسبة، وقفلتها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه في اخر الفيديو. بحبكم جدا جدا، واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.